تعد مدينة تلمسان من أهم المدن الجزائرية من الناحية الأثرية، بل أنها تمثل بحق متحفا للآثار الإسلامية لأزهى عصور الفن الإسلامي الأندلسي المغربي. ويبدو أن اشتقاق اسم تلمسان جاء من وحي موقعها الجغرافي وبيئتها الطبيعية. لقد حملت لنا بعض التعاريف لتفسير كلمة تلمسان، منها على الخصوص ما ورد في دائرة المعارف الإسلامية ما معناه. إن كلمة تلمسان العربية مأخوذة من البربرية تلمس، وجمعها تلمسان، ومعناها مدينة ينابيع. والحقيقة فإن الموقع الجغرافي فعلا يساند هذا التعريف. وإن أول ما عرف من بناء يمكن أن يعتبر اللبنة الأولى لمدينة تلمسان هي ماريا أو أجادير، التي قدم إليها إدريس الأكبر في القرن الثامن الهجري فأنشأ بها مسجدا، فكان هو أول مسجد أنشئ في تلمسان. ولقد عثر على المسجد المذكور خلال الحفريات التي أجريت بناحية أجادير في شهر ماي سنة 1973، كما عثر بالناحية على حمام قديم، هذا إلى جانب المئذنة التي ما زالت لحد الأيام تلك المئذنة المعروفة بمئذنة أجادير. وفي القرن الحادي عشر الميلادي أسس الخليفة المرابطي يوسف بن تشفين قرية أسماها تاجرار، وبمرور الزمن انضمت القريتان أجادير وتاجرار وأصبحتا تكونان معا مدينة تلمسان. وفي القرن الرابع عشر الميلادي أنشأ بنو مرين أصحاب فاس في عهد أبي يعقوب يوسف سادس أمراء الدولة المرينية قرية المنصورة، وكانت تسمى وقتئذ المحلة المنصورة. وبعد خروج بني مرين من المنصورة خربها أبو حمو ليكنس آثار منافسيه. والحقيقة فإن المنصورة تعد تحفة تاريخية في فن العمارة الإسلامية، ولقد عفى عنها الزمن فلم يبق منها إلا صورها الرائع الذي يحيط بالمدينة من جميع الجهات.